يا عم احنا نرجع بقى لمحتوى الرياكت شويه. وحشتوني والله العظيم 10 ايام من غير ما نشوف بعض. ايه يا عم ايه النهارده يا جدعان؟ في سلسله تعلم جديده النهارده. ازاي هنتعلم مع بعض ازاي نبقى ظباط شرطيين. النهارده انا بتاسف لكل الناس الشرطيه او الناس، لو انت شرطي انا بتاسف لك والله على اللي احنا هنشوفه ده. انا والله وانا صغير انا كان نفسي اطلع شرطي وابقى شرطي كبير، بس للاسف طلعتش حتى صغير. ولا لو تتفرج على الفيديو دلوقتي حالا عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكس. بقالي 10 ايام ما بعملش اي حاجه. يا جماعه انا عامل الفيديو ده يا جماعه عشان صحصح مع بعضينا ونفوق كده. اظن انتم ملاحظين موجه النوم، تقريبا في موجه نوم وغباء ماشيه علينا كلنا، تقريبا في موجه غباء. النهارده يا جماعه سلسله تعلم هنتعلم مع بعضينا من احمد حسن حبيبي الملايين طبعا. احنا هنتكلم عن فيديو اسمه تحدي اخر شرطي يقبض على الحرامي يكسب 10. ما قالش 10000 ايه يعني، هو يكسب 10000. طبعا هنفهم من عنوان يا جماعه ان تحدي اخر شرطي يقبض على الحرامي يكسب 10000. يعني انت لو اول شرطي تقبض عليه مش هتكسب، لو تاني واحد مش لازم اخر شرطي. اذكى تحدي شفته في اليوتيوب لحد دلوقتي الكاستمز عبقريه، لبسهم الصرف باين، واللبس واللي اختار لهم اللبس بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليهم. خلينا نشوف الفيديو واحمد حسن وصلنا لايه. بس افكرك تاني لو انت بتتفرج دلوقتي ما تنساش تعمل لايك. اللايك والله العظيم يا صاحبي بيفرق معانا، والله العظيم بيفرق معانا جدا عشان ننزل بفيديوهات بما يرضي الله. اظن انتم ملاحظين التغير. رياكت اديك في فيديو اكل، في فيديو مش عارف ايه. واشترك في القناه مش مشترك. خلينا نشوف تحدي اخر شرطي. هو اخر شرطي هو اللي هيكسب في القناه. احمد حسن اخر فتره بيعمل حاجات غريبه اصلا. ورينا يا عم النهارده انا جاي اشوف ازاي نبقى شرطي. سلسله التعلم. يلا ايه ده؟ ما كانتش سلسله تعلم بس يلا هي تنفع تعلم والله. يلا شرطي، يلا احمد حسن والله شرطي صح يعني. قاعد للمجرم بالمرصاد. انت متاكد ان الحرامي في الفيلا دي؟ المفروض يا جماعه هم بيدوروا في على حرامي، هم عارفين ان هو جوه الفيلا دي والمفروض ان هم مستنيين. انا مراقبه بقالي ساعتين هنا. ساعتين مراقبه الحرامي، والحرامي ساكن في مكانه لا يتحرك. ربسين بالحرام، متربي مستنيين الحرامي. لا انا عايز اقول لكم فكره التحدي تحفه. مستغرب اصلا يا زينب ازاي يهرب منك. مستغرب زينب بصراحه غريب. وليه وزينب لابسه جوانتي وهو لابسه جوانتي وهو مش لابس جوانتي؟ انا هجيبه كده انا اتشغلت بس عنه شويه فراح هرب. شغلت عنه شويه فهرب. وكانوا قاعدين اصلا هم بيجروا مع ورا الحرامي، بقالها ساعتين بتجري ورا حرامي وقاعده وهي اتشغلوا شويه فهرب بقى. انشغلت عنه في ايه يا زينب؟ زينب ظابطه يعني، وظباط بامانه. وده لبس الظباط ده لبس ايه ده؟ فكرني ببدله الظباط اللي كنا بنلبسها في العيد. كان عندي واحده هي كانت بتاعت قبطان تقريبا، بس هو احمد حسن نفسه يطلع ظابط. لا مش ما كانش نفسه، هو نفسه يطلع ظابط. هو لسه ستيل نفسه يطلع ظابط. فراح قال لعمه قال له انا عايز بدله ظابط، فتقريبا اداله بدله القبطان دي تقريبا. مفيش اللوب جلوس بتاعي باظ فقلت اظبطه كده. رحت ماسكه اللوب جلوس كده وهو جنبي. المشكله بقى ان هو جنبي في العربيه. قوم ايه بقى بعمل كده راح جري. هي الحته دي المفروض كوميديا فهنعيدها وهنضحك. مفيش اللوب جلوس بتاعي باظ. اللوب جلوس بتاعها باظ. ده حاجه كده زي الاي كي ام برضه، ظباط بقى في بعضيهم وكده. ايه اللوب جلوس ده وايه علاقته بالموضوع وليه احنا بنتكلم عنه دلوقتي؟ مع هو اللوب جلوس بتاعها ده ايه ده؟ الحرامي اهو تقريبا يا جماعه. هو الحرامي طالع من حفره جنب العربيه لان هو بيشاور في العربيه اصلا. فغالبا هو في الكاب هولدر بتاع الحرامي تقريبا سنتي 2 سنتي حاجه زي كده. هو مايكرو لسه صغير تقريبا، لسه جزيئات، ولابس برتقاني. هو اصلا جاي ببدله الاعدام بتاعته جاهز ان هو يتقفش اصلا. انزلي بسرعه يلا. الحرامي بيتفاجئ بوجود شرطيين رهيبين، واحده ماشيه بالجلوب بلوس بتاعها والتاني بالسديري اللي هو لابسه. فالحرامي بيتفاجئ انترو رهيبه. امسكيه بسرعه. امسكيه. واحمد حسن بيصدر طب ما تروح انت تمسكها، ما تروح انت تمسكه لو شاطر. لا بقى لو بنفهم في اللوب جلوس كلنا ما تمسك يا عم ما تمسك انت اللوب جلوس وتجري وراه. امسكيه بتصدر، انت دايما بتصدرها كده يا ابني. امسكيه بسرعه. وايه الطقم ده يعني؟ فهموني يا جماعه ايه الطقم ده جبتوه منين بجد؟ عشان في حاجات انا ما ينفعش اقولها عشان هتبقى مش الطقم ده كان فاضل له سلسله وكلبشات واصلين اللي بيحصل ده تهريج. الحرامي كان ممكن ينزل اخر سلمتين عادي، بس هو قرر ينط بحيث ان هما يقدم شغل حلو للدراما بتاعت زينب نزلت عادي. احمد حسن هينزل عادي ولا هيعمل ايه بقى؟ كان اسرع بكتير يا احمد لو نزلنا عادي. يعني هي النطه اللي نطها في الاخر دي لازمتها ايه؟ ملهاش اي لازمه يا احمد. نطه ملهاش اي لازمه. احنا كنا ممكن ناخدها عادي. انت خدت ريسك على الفاضي. هو لو لاحظت الواد اتمزق في النطه ملهاش لازمه. انت كنت اسرع بكتير لو نزلنا على السلم. دخل باب الشقه المفتوح عادي. ما تفهمش هو الحرامي هو هنا بيسرق الفيلا ولا بينيل ايه، انا ما اعرفش.
قفل خلاص، هو اطمن كده. ايوه ده كده خلاويص. ما لحقناش نقبض عليه. ما لحقوش يقبضوا عليه. احمد حسن بالمرصاد. هو دلوقتي جوه الفيلا والفيلا مقفوله، هنقبض عليه ازاي؟ دلوقتي جوه الفيلا والفيلا مقفوله، نقبض عليه ازاي؟ نكلم الشرطه ولا نعمل ايه؟ وانت ليه معتمد عليها بس؟ يا عم حسن انا بحبك يا احمد، عايز اشوفك شرطي. قول يا عم كلامك الشرطي، وريني شرطيتك. انا بتعصب لما اشوف دراما كده بالجمال ده وصارفين كل ده ونغلط الغلطات البسيطه دي. وبعدين يا احمد مش انت ده مش راكبه معانا ان ده لبس ظابط بصراحه. ده كمساري، ده اخره يقطع التذاكر ميكروباص مش مترخص. مش طيب يا جماعه النهارده هيكون في تحدي قوي جدا. قوي؟ انت هتقول لي تقريبا يا جماعه والله الفيديو ده اتعمل في العيد. التحدي النهارده على 10,000 دولار. بصوا يا جماعه، دي زينب بتلعب لعب سايكولوجي، تلعب لعب سايكولوجيكال على دماغك قدر استيعابك، وبتقولك النهارده التحدي يا جماعه تحدي ل 10,000 دولار. تعمل 10,000 دولار كده عادي هيتعمل لنا 10,000 دولار. 10,000 نسيت الرقم، ما كل يوم تحدي على 8,000 دولار و12,000 ايه 10,000 دولار. يا جماعه عايزين حد كبير يقعد معاه عشان ناخد. زي ما انتم شايفين يا جماعه انا وزينب لابسين شورتيين، ومهمتنا النهارده ان احنا نقبض على الحرامي اللي مستخبي جوه الفيلا دي. المفروض يا جماعه نجيب الحرامي ابن اللي بقى من واقف في الفيلا. النهارده هنجيبه ونحط مصيده في الفيلا، هنجيبه يعني هنجيب. والحرامي يكون هو محمد. مبروك يا حرامي. ايه يا علي، مبروك يا حرامي. انا محضر مكان استخبى فيه، مش هتعرفوا فين في الفيلا دي. تمام، عايزين نشوف المكان والله. تصدق عايز اعرف المكان اللي ذكي اللي انت هتستخبى فيه. محمد يا جماعه هيكون قدامه دقيقه يستخبى فيها. يا جماعه اللي انا شايفه ده انا مش مستوعبه، مش عارف ليه. واسرع شخص فينا هيمسك محمد هو اللي هيكسب ال 10,000 دولار. اسرع شخص فيهم هيمسك محمد هو اللي هيكسب ال 10,000 دولار. لو انا اول واحد لقيت محمد هاخد ال 10,000 دولار، لو زينب هي اول واحده لقت محمد هتاخد ال 10,000 دولار. ولو عرفت تقتله هنكسب 20,000 دولار. المفروض دلوقتي يا جماعه ان محمد يروح يستخبى جوه الفيلا ونشوف هو هيستخبى ازاي. انا مش هستخبى في الدور الاول او الدور اللي تحت، علشان انا لو استخبيت في الدور اللي تحت هتبقى تحت، فاحنا عايزين نبقى فوق. هو لو استخبى في الدور اللي تحت هيبقى تحت. احنا عايزين نبدا انا يا جماعه استخبى جوه الفيلا. ايوه استخبى جوه الفيلا. انا احب الرزانه، انا احب الشخص الرزين كده، حرامي بس نلعب دور حراميه بس بشياكه. طبعا انا مش هستخبى في الدور الاول. هو انت مبسوط ليه؟ حاسه كده يعني هتدمع من الفرحه، مش عارف ليه. او الدور اللي تحت، علشان انا لو استخبيت في الدور اللي تحت اول مكان هيدوروا فيه، فانا طبعا هطلع استخبى فوق. ايوه احكي لنا هتستخبى ازاي من الشرطي الفظيع اللي جاي لك ده؟ انت عندك 2 شرطيين فظاع تحت، فانت هتستخبى ازاي منهم؟ طبعا انا في مكان فوق، هو مكان سهل بسيط جدا بس غير متوقع. المكان اللي فوق ده هيبقى غير متوقع لان هم عمرهم ما يتوقعوا ان انا استخبى في مكان بالسهوله دي. على فكره انا كمان قلت كده برضه، هو غير متوقع. هو بيشرح لنا يا جماعه المكان هيبقى ليه هو اختاره وليه عملوه وليه هو فكر في فكره المكان. يلا يا محمد. انا هعمل المتوقع لان عمرهم ما يتوقعوا. هو غير متوقع لان عمرهم ما هيتوقعوا. انا مبسوط قوي والله. بمعنى ايوه اشرح لنا المعنى كمان بتاع المكان اللي غير متوقع اللي هم عمرهم ما هيتوقعوه. ان انا هستخبى ورا الستاره اللي هناك دي. كلمنا عن الستاره يا محمد، كلمنا عن ميزه الستاره، قد ايه الستاره دي بتنفعكم اتكلم يا محمد يلا. الستاره ديت انا لو استخبيت وراها احتمال كبير ابقى مستخبي وراها على ما اظن. خد وقتك يا محمد، احنا نقعد هنا يا محمد. انا هنام يا محمد وانت كمل يا محمد احكي يا محمد انا سامع. عمرهم ما هيجي في دماغهم ان انا هستخبى في مكان سهل كده. اللي هو في البانيو ده. البانيو بتاعك جميل قوي يا محمد، البانيو بتاعك تحفه قوي يا محمد. الله، كل دي خراريم يا محمد في قلب البانيو، كل دي خرومات مخرومه، فمغطي على الستاره من تحت فرجلي ما تبقاش باينه، فدي ميزه رهيبه يا محمد في المكان بتاعك وان انت تستخبى فيه. يلا بينا نستخبى يا محمد. فانا هروح استخبى كده ورا الستاره بس، وعمرهم ما يتوقعوا ان انا ورا الستاره. جه دلوقتي وقت الشرطيين، جه دلوقتي وقت الشرطي. الدقيقه عدت يا جماعه وهندخل دلوقتي عشان ندور على محمد. احمد مع الكاميرا بتاعته جري. لا يا حبيبي لا استنى، انا اللي هقبض عليه الاول. ركزوا معايا. مش انتوا يا جماعه قلتوا تحدي اخر شرطي؟ مش انتوا قلتوا ولا انتوا ايه؟ ولا اللي يقبض؟ انتوا ليه الاثنين عايزين تقبضوا الاول يا جماعه؟ المسابقه مش كده، انتوا كاتبين في مسابقه تحدي اخر مش اول شرطي. ده فخ ده ولا ايه؟ فوق يا زينب بيضحك عليكي. انا فتحت الفيلا اهو ودخلت، يا ترى هو فين بقى؟ تفتكر هو في غساله الاطباق؟
ايه الذكاء ده؟ ايه الذكاء؟ صح. تفتكروا بغسالة الاطباق قال لك مش هيدوروا ومش هيتوقعوا، وربنا هما بيدوروا على فورمه بيدوروا على بني ادم. والله العظيم يا ابني، والله سقطي لي حته جبنه رومي. انت بتعملي ايه؟ احنا قدامنا 5 دقايق. دوروا على ايه يا جماعه؟ شوفوا يا جماعه في الاكياس هنا ولا هنا يكونوا دلدق ولا حاجه. ممكن يكون مستخبي ورا الكنبه دي. المهم ان هم قعدوا يدوروا ورا الغساله انا هدور هنا الاول، مش في الحمام لا. تحت السرير. مفيش هنا تحت السرير حاجه؟ غسالة الاطباق. تفتكر هو في غسالة الاطباق؟ عايز يدوروا في الشفونيره وفي المطبخ. ممكن تكون مستخبي في الثلاجة عادي، انا اتوقعها منه. مش موجود يا جماعه هنا ولا موجود هنا. انت فين يا محمد؟ مش لاقيين محمد، انت فين؟ انت فين؟ ال 10000 بيروحوا عليا. يروح عليا يا لهوي يا محمد، انا شورت يا. غطيت الاوضه كلها؟ غطيتيها صح؟ لا يا ممكن. طب ما دورتيش ليه هنا في الدولاب؟ دورتيش؟ بيدور تحت الفوطه يا ابني. التم تخيل تحت السرير. تحت السرير فين؟ يا بنتي تحت السرير مفيش حاجه تحت السرير. اصلا مفيش تحت السرير، اصلا تحت السرير مقفوله، مفيش. دي الاتربه مش هتخش تحت السرير. انت طالع بتدور معايا في الحته اللي انا بدور فيها ليه؟ ليه؟ انا ان شاء الله همسكه قبليكي. مفيش الكلام ده انا اللي همسكه دلوقتي. يا جماعه في تكتل ورا الستاره، في تكتل يطرش. مش واخدين بالكم من تخن الستاره؟ محدش واخد باله. صوتها زي القمر. ده انا زي القمر بس مكياشي بايظ. المكياج بتاعها بايظ خالص. والامتى يا نهار اسود. واللوب اللي هي كانت بتتكلم عنه في طلعي اللوب اللي انت كنت بتتكلمي تدوري عليه في اول الفيديو ده. طلعي الليب ستوب اللي انت كنت بتاخديه ده، طلعيه بسرعه. فين محمد اهو. قفشوه يا جماعه. قفشوا الحرامي، برافو. زي اساسا مستخبي ورا الستاره واحنا ما فكرناش ندور ورا الستاير. انت عارفه ليه ما فكرناش ندور بره الستاير؟ لان حاجه يعني مش متوقعه. حاجه مش متوقعه فعلا ورا الستاره، حاجه فعلا مش متوقعه. الواد محمد طلع عنده حق فعلا، انما المتوقع ان هو يبقى في الثلاجه، في الغساله، تحت الفوطه، هو ده المتوقع. انما الباقي حاجه مش متوقعه. وكده يا جماعه نكون اتعلمنا ازاي نبقى شرطيين. لو انت عايز تطلع ضابط شرطه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. عايزين نوصل الفيديو ده يا جماعه لاكبر عدد لايكس، وان شاء الله في سلسله بما يرضي الله في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان جميل عليكم كده ورمضان كريم. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم محمد كيو، سلام.